في بعض الإعلام الجزائري على تمني خسارة المنتخب المغربي. هل هذا فعلا كما يقال امتداد مباشر للتوتر السياسي؟ خلينا نحاول نفكك هالموضوع. شو القصة بالضبط؟ شوف، حسب التحليلات اللي اطلعنا عليها، الموضوع شكله أغمق من مجرد انطباعات عابرة. في رصد لتوجه واضح في بعض المنابر الإعلامية اللي توصف بأنها تتبع الخط التحريري الرسمي للدولة. يعني توجه رسمي؟ هيك التحليلات بتشير إنه الرياضة وتحديداً كرة القدم عم تستخدم كواجهة أخرى للصراع السياسي بين البلدين. الخلافات السياسية، خصوصاً ملف الصحراء المغربية، بيبدو إنها بتلقي بظلالها على الرياضة بشكل كبير. بس كيف ممكن تترجم الخلافات السياسية بهاي الطريقة في الرياضة؟ يعني حسب هالقراءات، الانتصار الرياضي المغربي يصور أحياناً كأنه انتصار سياسي للمغرب. بالتالي تجنب هذا الانتصار أو حتى تمني الخسارة بيصير هدف بحد ذاته لبعض الجهات الإعلامية هناك. إذن الأمر أعمق بكثير من مجرد منافسة كروية عادية بين جيران. المصادر بتحكي كمان عن تكتيك صناعة العدو الخارجي. هل معقول إنه الرياضة تستخدم وهي اللي المفروض تجمع لصرف الانتباه عن مشاكل داخلية حقيقية؟ يعني بطالة، غلاء معيشة، إلى هي مدى هالطرح واقعي؟ هاي الفرضية مطروحة بقوة في التحليلات، نعم. التركيز على عدو خارجي سواء كان حقيقي أو مصنوع هو أسلوب سياسي معروف لتوجيه الرأي العام، غالباً بعيداً عن التحديات الداخلية. يعني إلهاء. بالضبط، إلهاء وتوحيد للجبهة الداخلية. فبحسب هالمنظور، شحن الأجواء ضد المنتخب المغربي وتصوير أي احتكاك رياضي كأنه قضية سيادية ممكن يخدم هذا الغرض. وهون النقطة اللي بتصير مثيرة للاهتمام فعلا. المصادر ما بتتكلم بشكل نظري وبس، لا، بتقدم أمثلة. بتحكي عن تجاهل شبه تام لإنجاز المغرب التاريخي بمونديال قطر 2022 في بعض التغطيات الإعلامية الجزائرية الرسمية. صحيح، هي من الأمثلة المذكورة. وكمان قضية قميص فريق نهضة بركان، كيف حدث رياضي بسيط تحول لأزمة سياسية معقدة بسبب خريطة المغرب على القميص. وحتى كمان في كلام عن احتفاء إعلامي بخروج المغرب من كأس إفريقيا الأخيرة. أليس هذا دليل حسب المصادر على تسييس مباشر وفجي للرياضة؟ فعلاً هاي الأمثلة تستخدم في المواد كشواهد رئيسية على كيفية تحويل الأحداث الرياضية لمادة سياسية. قضية القميص تحديداً تقدم كدليل إنه الأمر تجاوز المنافسة ووصل لرفض رموز الطرف الآخر حتى لو بإطار رياضي. بس لحظة، في تحليل بيوصف رفض القميص بأنه استفزاز من الجانب المغربي، وتحليلات تانية بتوصفه بأنه تعنت سياسي جزائري. هذا بحد ذاته بيورجي قديش الموضوع مسيس، صح؟ تماماً. هذا التباين في التوصيف بيعكس حجم التسييس والخلاف في وجهات النظر المطروحة. لكن اللي بيحير شوي إنه هي التحليلات نفسها بتوصف هالنهج الإعلامي والسياسي بالغباء السياسي. كيف ممكن يكون غباء وهو زي ما حكينا ممكن يحقق هدف صرف الانتباه أو توجيه الرأي العام؟ شو المنطق وراء هالوصف القوي؟ وصف الغباء السياسي بيجي حسب هالتحليات من النظر للعواقب البعيدة المدى. يعني ممكن يكون في مكاسب تكتيكية قصيرة، بس الضرر على المدى الطويل أكبر. ضرر مثل إيش يعني؟ أولاً، وهو الأخطر، يمكن تسميم العلاقات الشعبية. تحويل الرياضة لعداء وشحن مستمر بيزرع كراهية بين شعبين المفروض إنهم أشقاء، وهذا ضرره صعب إصلاحه. ثانياً، فقدان المصداقية الإعلامية. الإعلام اللي بنخرط بهيك نوع من الدعاية الموجهة بيفقد ثقة الناس حتى داخل بلده. تمام. وشو كمان؟ هل في تداعيات تانية بتشوفها هي التحليلات؟ نعم، في نقطتين كمان مهمات. ثالثاً، إنه ممكن يؤدي لنتائج عكسية رياضياً. يعني العداء الزايد ممكن يتحول لحافز إضافي للمنتخب والجمهور المستهدف اللي هو المغربي بهالحالة. يعني تأثير عكسي تماماً. بالضبط. ورابعاً، الصورة الدولية. التركيز المفرط على الجار ده الشكل السلبي في الرياضة ممكن يظهر الدولة بمظهر المهووس بجاره ومش قادر يفصل بين السياسة والمنافسة الشريفة، وهذا بضر بسمعتها الدبلوماسية والثقافية. فالحصيلة النهائية حسب هالتحليلات ممكن تكون سلبية جداً. إذن خلاصة القراءات هاي واضحة، إحنا مش أمام مجرد ملاحظات متفرقة، لا، هي استراتيجية إعلامية وسياسية مقصودة، لكنها توصف بأنها قصيرة النظر ومكلفة على المدى البعيد. بالضبط.
التحليلات بتجمع على إنه التوجه هذا ممنهج في بعض الدوائر، لكنها بتشكك بحكمته وفعاليته على المدى الطويل، وبترى إنه بضر بصورة البلد نفسها وبعلاقات الشعبين، وبيفرغ الرياضة من قيمها الأساسية كالتنافس الشريف والأخوة. وهون بيضل السؤال الأعمق مطروح لنا كلنا نفكر فيه. بعالمنا هذا اللي كل شيء فيه متشابك، لوين ممكن توصل السياسة بتدخلها بكل تفاصيل حياتنا، حتى بشغفنا المشترك بكرة القدم؟ والأهم، شو الثمن الحقيقي اللي بندفعه كلنا لما نسمح للخلافات السياسية إنها تهدم جسور التواصل الإنساني اللي بتبنيها الاهتمامات المشتركة هاي؟